لسه جالي فكرة عبقرية لمصر بملايين الجنيهات، قلت ما ينفعش استنى، انا لازم اطلع على طول اعمل فيديو عليها. وانا على طول بقى الافكار بعد كده اول ما تجيلي هطلع، مش هستنى، هعمل لها فيديوهات على طول. اكيد كلكم عارفين سبيد اللي بيعمل لايفات، اشهر واحد بيعمل لايفات في العالم. سبيد لما كان في ايطاليا وقابل واحده هناك في الاخر بيقول لها انت منين؟ قالت له انا من مصر. اول ما سمع ان هي من مصر قعد يتنطط وقال له سو اكسايتد تو جو تو ايجيبت وما اعرفش ايه وبتاع، متحمس ان هو يجي لمصر، وقعد يقول مو صلاح وبيراميدز وما اعرفش ايه. فالراجل هيموت ويجي مصر، مع العلم ان سبيد ده لما بيروح الدول مثلا تانية دول عربية او كده، لما بيجيبوه عشان يعمل لهم اعلانات، الراجل ده بياخد ملايين الملايين. احنا بقى مش محتاجين ندفع له لان هو اصلا عايز يجي لنا، العالم كله عايز يجي مصر يا جماعه. فالحل بقى ان احنا نبدا نعمل ايه، نبدا نتواصل مع الناس دي ونحاول بقى نجهز لهم زي بروجرام كده جامد قوي، اللي هو مثلا نتخيلوا سبيد يجي يطلع لايف وهو راكب، عارفين الحاجات اللي بيطيروا بيها حوالين الاهرامات دي، نظبطها له يعمل اول لايف في التاريخ من جوه الهرم. تخيلوا بقى، طبعا بقى معدات التصوير والحاجات دي كلها تتفتح له ان هو يخش ويعمل اللي هو عايزه، ما يبقاش الموضوع ما نسخفش عليه يعني. في نفس الوقت مثلا ممكن يعملوا حاجه في المتحف، يطلع بقى من الاهرامات يروح على المتحف ويتعمل له حاجه مميزه. يعني اللايف بتاع سبيد في الصين اتفرج عليه، كان تقريبا في مليون بني ادم لايف بيتفرج عليه. كل خطوه عملها هناك العالم كله كان بيشوفها، فالموضوع بجد تاثيره بيبقى قوي جدا. فتخيلوا مثلا نعمل له حاجه نبقى رابطينه مثلا ببانجي جامبنج من جوه المتحف، ينط ينزل وشه قدام تمثال رمسيس، تبقى حاجه كده معموله جاست فور سبيد. ممكن كمان نجيب له بقى ناس ابطال مصريين يجروا معاه، هو بيحب يجري راسه سبيد، بيحب يقعد يسابق الناس. نجيب له يا اما ابطال مصريين يا اما نجيب ناس تبقى حاجه خيريه، مثلا حاجه ليها علاقه بفيروس سي او كده، ويبقى في جاريه خيريه في الاهرامات ليها علاقه بالموضوع. وممكن كمان بقى ينزل وسط البلد بقى كشر ابو طارق والملوخيه والحمام والحاجات اللذيذه اللي بتحصل في ممكن يروح خان الخليلي كمان. اهم حاجه لما يجي بس الموضوع يمشي سموذ معاه، ما يتضايقش، محدش يسخف عليه بقى ويقعد قوانين كتير وما اعرفش يحس ان هو حر كده يصور براحته. اجهزه الستريمنج اللي هي اصلا ممنوعه عندنا تتفتح له، لان الشبكه عندنا والنت بيبقى وحش، فلازم اجهزه تقوي اللايف علشان يقدر يطلع لايف ويستريم زي ما هو عايز. في نفس الوقت ابوس ايديكوا لو هيروح حتت اثريه بلاش الشخص اللي في دماغي تنزلوه معاه. يعني اعتقد النت كله فاهم مين، نزلوا معاه شاب كده لذيذ لبق فاهم النت والتطور والدنيا بقى كده. فكره من الافكار اللي دايما بتجيلي افكار بملايين الجنيهات.